Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé en fait comme des gens civilisés ici sur Snapchat. Et moi j'aimerais bien vous dire que là je vais partir à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. Je vous aime, je vous laisse et on part. Voilà, bye. اوكي يا اصدقائي، انا اعتقد انه شفت لكم بقى هلا شكل النظارات اللي بيلبقوا على وشي. يعني هاي واللي امبارح لبستها واكلين حتة مني، ما حدش يقول لي خالص. اوكي حياتي، بونجوراتكم عن جد. I'm stuck in the traffic. I prepared my lunch box اللي حيندمني، بس انه احلى شي لما تدخلوا على محطة البنزين تشتروا اغراض، تحسوا حالكم رايحين رحلة بس انتم مو رايحين رحلة. وصلت عند رفيقي ابو ظبي. ياي حنا شغل، حنحضر تقريبا 3 فيديوهات سوا، لانه هدول الفيديوهات بدهم شغل على المود بورد اكثر من السيناريو بذاته. وبعدين رافائيلا وقعت، وبعدين بالليل ان شاء الله بخزانته صندوق. التغليف والبراندنج تبعهم يربح. لكل تدرج والله. اما بالنسبه للحفله يا حبيباتي يا ارواحي، قاعده هلا هيك عم اعمل تشاكسيشن بالبيت عند رفيقي. ما بحب اتطفل كثير على اصدقائي، بس يعني هن حتى لو عندهم شغل برا البيت بقعد عندهم بالبيت. شربت ميرامية، اكلت سوشي، بس خايفه لانه هلا ممكن يصير في عندي احتقان بالحلق من حبات البركه والسمسم. السمسم اذا نزل على حلقي والمري ممكن يروح على الرغامة ممكن تتصل بالقصبات الهوائية. القصبات الهوائية بتسبب لي شوية أزمات نفسية. الأزمات النفسية ممكن تأثر على طبقات صوتي، وبدل ما أغني صندوق أغني لهم علبة بلاستيك. طيب أنا شو بدي لكم؟ عم فكر ألبس نظارات، عم فكر اليوم بإطلالتي ألبس نظارات. حسيت النظارات ممكن تضيف هيك إفكت أم كلثومي، ما بعرف ليش. حسيت ممكن يعني هيك بحفلتي يكون في عندكم إفكت أم كلثومي، يمكن أجل يمكن لا. بنفس الوقت حبيت أضيف شوية هيك ستاتو، ما بعرف شو هي بالضبط، بس انه حسيت هيك بتلبق لي كثير. ممكن احط فوق قصة اللبن وحط هيك شيله كثير حلوه، ما بعرف بحس بيطلع شيء كثير عظيم. ممكن كمان يكون في عندي هاي الطابه. هاي الطابه كثير بتجيب بالحظ الحلو، ما بعرف جربتها، بتشبه هيك حبه العنب. عايش برا ودارس برا. هي لانه كثير عم تعطيني اول شيء طول، وعم تعطيني عرض بلا معنى، بس لانه يعني انا كثير نحفان. اوكي، وبسبب كل النحف عم يبين انه انا عامل يعني شيء بحنكه، ما بعرف ليش، بس انه اتس اوكي. طبعا السر مشان تعرفوا انه انا بس ما لبست بنطلون بقصره وبضيق خصره، بس انا برجع بنحف. فشو بيصير؟ برجع بتنيه تانية حتى اقدر البسه. اوكي وشكرا. هدول كلهم قصرتهم وظبطتهم. اوكي، بس رجعت انحفت، عم رجع خرب الموديل. بس مشكلة ما بدي ارجع ضيقهم، لانه خلص يعني لسه انا بدي اختفي اذا برجع بنحاف. شيب ولا زغلل عيوني؟ شيب مبلا عندي انا كم شعره بيضة هون. امبارح وقت اصلا استشور لي شعري بين علي كم شيباي عادي. وقارة وهارة، بس ما انتشر الشيب وصار الشعر كله ابيض مفكر بالصبغة. ليك انا اموت على الاشخاص اللبقة والكتكوتة والكربوجة والحلوة عيد ميلادي ب5/5 يعني الدور. You guys شايفين شو قصدي؟ انه البنطلونات هاي بتخليكم تطلعوا اطول، وبتخلي هيك تعطيكم يعني رشاقة، ونفس الوقت الالوان. رفيقي وصل من دبي. وصلنا. حياتي ما كنت متحمس لحفلة مثل هاي الحفلة. هي تاني مرة بحضرها، بس المرة الأولى أتوقع هالمرة حتكون عم يعني في أغاني أحلى. وصلنا وأخذنا السوارة، وهلأ قعدنا. شوف يعني نحن 1 2 الصف الثالث، لكم أن تتخيلوا قديش نحن قريبين. والعينتين وصل. مبدئيا المكان اللي أنا قاعد فيه الإضاءة كثير مساعدتني. انفي طالع دبل الحجم، عرفتوا مع الشادوز هيك دبل الحجم. بلشت الفرقة تدخل، حركات وأجواء ودخنة ومناظر، ويلا بتتوقعوا تفتتح الحفلة بشو؟ شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال في تغير مودنا. بقيادة المايسترو مصطفى حلمي. حاسس حالي عم صور من تحت الأرض أنا.
أي إعلامي يحتار كيف قال الفنانة التي تحمل صوتها وتحملنا في صوتها قصص عميقة ومشاعر صادقة ستكون معنا الليلة لتشاركنا لحظات من السحر والإلهام. هي ليست مجرد فنانة مبدعة بل صديقة تحمل قلوبنا في صوتها وتجسد مشاعرنا في أغنيات. فإذا كان هذا ترحيب الذكاء الاصطناعي فكيف بيكون ترحيبنا نحن المحبون المجتمعون هنا اليوم؟ انه معنا الليلة يا حبايب واي واي، انه معنا الليلة يا حبايب واي واي، على نهارك يا قمر عشنا ومن المساء للصبح حضنتك صورة ومن الشوق طبعت الصورة في صدري، غنيت بحلم أغني فوق وطرنا بعالم سحري. يزيد الحب بمناسبة شعب موجود اليوم معنا. يزيد الحب يا عمري يا عمري يا عمري، وإذا صابني همه وعيت الأم على
غلبان قوي صندوق صلوا عور عندي جواته في كمشة صور وزرار وحكايات لا افتح